كيفكن يا حلوين؟ ان شاء الله تكونوا كلياتكم بألف خير وانتم عم تشاهدوا فيديو اليوم. بتشكر كل الناس اللي علقولي على الفيديو الماضي وكل الناس اللي جداد على القناة. يعني انا عم بنبسط حتى لو كان عدد قليل، يعني ما بيزيد العدد كتير، بس كتير تصدقوني من كل قلبي عم بنبسط انه عم بيجي ناس جديدة على القناة. هلأ مثل ما شفتوا يا حلوين، رح اعمل كيكتي هاي المشهورة من زمان. انا بعمل هاي الكيكة، هي كيكة اسفنجية. هون هلأ انا رح احط 4 حبات بيض، رح اعزل صفار لحال والبياض لحال. لازم البيض والمكونات كلياتها تكون بحرارة المطبخ. انا هون طلعت البيض قبل بوقت حتى يكون بحرارة المطبخ. هلا هون عندي البيض، حبات البيض كتير صغيرة، كنت رح احط انا 5 حبات بيض، بس في بيضة طلعت حسيتها منزوعة فشلتها. يعني هون حطيت بس 4 حبات من البيض. وهون هلا رح بعد ما اعزل البيض رح احط على صفار البيض 3 معالق من النشا، 3 معالق كبار، و3 معالق سكر، 3/4 الكوب من الطحين، و3 ظرف من الفانيلا على صفار البيض، وظرف بيكنج باودر، ومعلقة من خل التفاح. هلا انا حطيت خل التفاح، ما بعرف ليش حسيت انه غير لون الكيكة. انا بالعادة بحط الخل الابيض، الكيكة من جوا بتصير بيضة. ما بعرف اذا هذا الشيء له علاقة او لا، بس اول مرة بيطلع معي قلبه مانو ابيض، يا اما من الطحين، ما بعرف يعني الصراحة. بس يعني كل مرة هلا هو ناجح الكيك وكتير طيب، بس طلع قلبه من جوا مانو ابيض هيك، يعني طلع كأنه الطحين اسمر. ما بعرف ليش هيك طلع معي الصراحة. هلا يا حلوين، مثل ما شفتوا رح احط المكونات اللي قلت لكم عليها فوق صفار البيض. مثل ما شفتوا يا حلوين، حطيت السكر فوق البيض، 3 معالق من السكر، وحطيت 3 معالق نشا، و3 ظرف فانيلا. انا بحب انه كتر الفانيلا مشان زنخة البيض. يعني حطيت هون ظرف بيكنج باودر. هلا رح احط 3/4 الكوب من الطحين. لا كمان بتقدروا انه انتو تاخدوا ربع من الخليط او نصه اذا بتحبوا بالشوكولا، كمان بيصير يعني كتير طيب. كتير ضروري انه تنخلوا الطحين. هلا انا احيانا لما بيكون عندي وقت وفاضية بحب انخله اكتر من مرة، يعني كل ما تنخل اكتر بيعطي هيك للكيك انه القوام غير. يعني انا سمعت انه بالمحلات الكبيرة ومحلات الكيك هيك بينخلوا الطحين اكتر من مرة. هلا هون مثل ما انكم شايفين حطيت 3 معالق من الزيت النباتي. رح احط كمان 3 معالق من الحليب. اذا ما أنا متوفر عندكم الحليب بتحسنوا تحطوا مي، يعني بيصير مي كمان تكون بحرارة المطبخ.
كنت عم بحرك بهاي الخفاء السلك، يعني صعب تحريك الخليط، فشلته وحركته هيك بالمعلقة. يعني لازم تضلوا عم تقلبوه لحتى الخليط يصير هيك متجانس معكم كلياته هيك مع بعضه، وهذا القوام لازم هيك يكون قوام الخليط، يعني هاد خليط صفار البيض. هلا رح اشيله على جنب ورح ابلش ببياض البيض. هلا انتم ما تفكروا انه هذا الكيك صعب وعزل وهيك، بالعكس يعني ما انه صعب، كتير يعني سهل. هلا رح ابلش اول شي اخفق بياض البيض هيك حتى يعطيني رغوة، وجهزت نص كوب سكر رح اضيفه بالتدريج كما يكون شايفين. ضروري وكتير مهم انه نضيف السكر شوي شوي، يعني ما بيصير نحطه دفعة واحدة، لانه بياض البيض بيهبط معنا ما بيعطينا ارتفاع. هلا على بياض البيض انا حطيت رشة من الملح، رشة هيك صغيرة. هلا بعد ما اعطاني هذا القوام وطلع له رغوة، هلا رح ابلش اضيف السكر شوي شوي، يعني تقريبا كل شوي تضيفوا معلقة من السكر هيك لحتى تخلص معكم كل الكمية. هلا هيك يا حلوين ضليت عم بخفق بياض البيض لحتى صار عندي مثل الكريمة، هيك لازم يصير قوامه. هلا بقى الخليطين الاثنين البياض لازم نضيفه على الصفار بالتدريج شوي شوي، لازم نحرك من تحت لفوق لحتى ما نروح الهواء اللي دخلناه لبياض البيض. ما يكون شايفين بياض البيض صار مثل الكريمة تماما، شايفين؟ هلا شوي شوي ضروري يكون عندكم هاي المعلقة السباتولة لحتى تساعدكم بالتحريك اكتر. يعني ما لكم شايفين انا بحرك عمهلي شوي شوي من تحت لفوق، بس حسيتوا انه البياض اختفى انمزج مع خليط الصفار ترجعوا بتضيفوا مرة تانية، يعني هيك لحتى تخلصوا كل الكمية.
هيك يا حلوين مثل ما انكم شايفين هذا قوامه للكيك، هيك لازم يكون. هون عندي هذا القالب دهنته بالزبدة ورشيت عليه طحين، هيك ما بيعلق الكيك معكم ابدا ابدا. يا اما اذا بتحبوا كمان تدهنوه بالطحينة كمان بصير وما بيعلق ابدا ابدا. هون مثل ما انكم شايفين بعود خشب او بسكينة بصير تعملوا هاي الحركة للكيك حتى تطلعوا الهواء، هيك هدول فقاعات الهواء من الكيك. وبعد هيك بتدقوه هيك دقتين للكيك مشان يطلع منه الهواء. هلا هيك يا حلوين الكيك صار جاهز على للفرن. يعني انا اول شي حميت الفرن فوق وتحت، بس لما حطيت الكيكة عيرته على 150 وتركته، يعني على حرارة 150 وتركته بس تحت، يعني فوق ما تشغله ابدا ابدا. الكيك يعني بياخد تقريبا ساعة بقلب الفرن وبياخد لون حتى من فوق لحاله، يعني ما في داعي انه نشغل فوق ابدا ابدا. وما بيصير نفتح الفرن قبل ما تحسوا انه الكيك نفش وبطل ينفش، يعني بتحسوه خلص يعني استوى. هلا انا هيك بعمل. او اذا بدك تفتحوا مثلا بعد ربع ساعة، اقل شيء انه بعد ربع ساعة تفتحوا الفرن، يعني ما بصير مباشر. انا هون خامس يوم رجعت عملت الجوانح بالفرن، قد ما حبتهم حماتي وكلياتنا يعني بنحبهم، فعدت لهي الأكلة. طبعا سوينا يعني أكلات، عملنا محاشي بالزيت بس أنا ما صورتها يعني، وكمان سخنا رجعنا لحمة بعجين وهيك. بس بالنسبة للجوانح رجعت عملتهم وطبخت كمان جنبهم رز. وهون مثل ما شفتوا فرجيتكم انه شلون انا بنقعهم بالطحين والماء بيروح منهم كل شي زفر،
كل شي هيك زفر شغلات معلقة في الفروج، وقت اللي بتفركوهم بالطحين عن جد كله بينضف، بيصير الفروج أبيض مثل التلج. هلا هاي الكيكة بعد ما طلعتها من الفرن، وهذا الفروج كمان بعد ما غسلته قطعت شرايح ليمون حطيته معه. وما صورت لكم التبلة لأنه التبلة أنا نزلتها، يعني الفيديو اللي قبل هذا نزلت الطريقة كاملة وشرحت عنها. هلا هون بعد ما فضيته بهاي الصينية حسيت انه صار كتير ما رح يستوي هيك، فحطيته على صينيتين، يعني الجوانح صار على صينيتين مشان هيك يستوي معي. يعني الريحة ما فيني اعبرلكن قد الريحة لذيذة، وكتير كتير تبلتن طيبة. يعني اللي حابب يشوف طريقة تبلتن يحضر الفيديو اللي قبل هذا الفيديو انا شرحت عنه. هون البصل كمان قطعته معه، كتير نحن بنحب البصل معه. هذا الكيك هون بعد ما برد استنيته انا حتى يبرد وبعدين قلبته. انا هذا القالب كتير بحبه، كان عندي اياه من زمان، ولما بيتي يعني صار الزلزال وهيك انه راح القالب كنت انا شاريته من SHEIN، ورجعت لقيت منه هون بالمحل الصيني كمان، رجعت جبت من هذا القالب كتير بحبه. هاي الكيكة مثل ما انكم شايفين كتير هشة وكتير كتير طرية من جوا، بس قلتلكن ليش هيك صار لونه ما بعرف، كتير هيك انزعجت لاني هيك صار لونه. يعني انا الكيك كتير بينجح معي. وهيك يا حلوين هون جيت بقى بدي اسكب الاكل. هلا انا اول شي بحط اكل لحماتي، حماتي ما فيها تستنى ليوصل يعني ليخلص شغل جوزي ويجي وهيك ما بتستنى، فهي بحط لها اكل قبل. يعني هون كان جوزي اجا، وهون انا رجعت سخنت الرز شوي وبلشت بصب الاكل. يعني هلا هون مثل ما انكم شايفين مع الرز، هذا الرز سادة ما فيه شيء ابدا، بس انا حطيت زيت زيتون وقت طبخت الرز. اول شي حطيت زيت زيتون، حطيت ورق غار، حطيت هيك 3 ورقات قليتهم مع زيت الزيتون، كتير بيعطي طعمة طيبة للرز. انا كتير بحب طعمة ورق الغار. يعني شفتوا وقت اللي بنحطها مع مية الفروج وهيك، انا بحب الرز كتير بمية الفروج. وقت ما بيكون مثلا في مية فروج بحب احط يعني ورق غار، كتير هيك بيعطيه طعمة طيبة. هلا هون انا عم بصور، هون كان جوزي بالبيت، بس اجا جوزي ما بعرف بصور، يعني بحس حالي هيك بسرعة بس بدي اصور لقطات سريعة يعني. فهون مثل ما انكم شايفين فرجيتكم صينية الجوانح، انه قسمتهم على 2 مثل ما قلت لكم، هاي الصينية والصينية الثانية المدورة. هلا بعد ما يطلعوا انا من الفرن برجع بحط لهم هيك عصير ليمون، كتير كتير عم بياخدوا نكهة طيبة. يعني بس صاروا تقريبا مثل الفروج المسحب، احنا بنقول له هيك فروج مسحب بالفرن. هيك يا حلوين بعد ما تغدينا وجليت كل الجليات مثل ما انكم شايفين. دائما لما بدي احط عدة السهرة بنسى اصور. هلا هون انا حطيت مكسرات وعملت شاي، بس ما صورت هيك اخر مقطع من بعد ما قطعت الكيك مثل ما انكم شايفين. لهون يا حلوين بيكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. اذا حبيتوا وحبيتوا المحتوى اللي عم بقدمه لا تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لي لايك لحتى يصلكم كل شي جديد انا بنزله. سلام يا